النهاردة هحكي لكم عن فيلم رعب ودراما وخيال من سنة 2019 اسمه داون. في حرق للأحداث، خليك واخد بالك. جينيفر كانت من آخر الناس اللي فاضلين في المكتب يوم الجمعة بالليل. كانت هتسافر على نيويورك لقضاء الويك اند الطويل علشان تشوف خطيبها السابق في يوم الفالنتاين، فبتكتب له إيميل. هي مش عايزة تتأخر على الطيارة، فبتاخد شوية حلاوة وبتسيب المكتب. في نفس الوقت جاي كمان بيجهز نفسه علشان يمشي. الاتنين بيستنوا الأسانسير في نفس الوقت. جينيفر بتدخل من الدور 49 وهو بيركب معاها من الدور 42. جاي بيبدأ على طول يهزر معاها ويتكلم، وهي بترد عليه بس مش باين عليها إنها مهتمة بالكلام. جاي بيوريها نقش على الحيطة، وفجأة الأسانسير بيوقف. بيجرب المفاتيح وزرار الإنذار، بس مفيش حاجة شغالة، مع إن الكهرباء في الأسانسير لسه شغالة. جاي بيحاول يفتح الباب بس مش قادر. بيحاولوا يشاوروا للكاميرا اللي شغالة، بس مفيش حد بيرد عليهم. والمصيبة إن مفيش شبكة في موبايلاتهم، لأنهم نازلين حوالي 4 أدوار تحت الأرض. جينيفر بتسأل فين الأمن، وخايفة إنها تفوت الطيارة. بعد 15 دقيقة بيحاولوا يصوتوا ويخبطوا على الباب، بس محدش سمعهم. جاي بيجي في باله إن ممكن يكون في فتحة هروب فوق، فبتطلع تقف على كتافه وتشوف سقف الأسانسير. بتخبط عليه شوية وبتتعور إيدها، فبينزلها تاني. بعد ساعة جينيفر بتدرك إنها خلاص مش هتلحق الطيارة، وجاي بيحاول يهزر علشان يهدي الجو، بس هي بتشتم كل حاجة وكل الناس. بعدها بيتعرفوا على بعض وبيكملوا الكلام اللي بدأوا جاي من أول ما ركب الأسانسير. ولما بتكتشف إن مفيش مية في الزمزمية بتاعتها، جاي بيعرض عليها من الزجاجة بتاعته، وبيهزروا إنهم ممكن يفتحوا إزازة النبيذ اللي معاه بدل المية. الاتنين بيكتشفوا إن عندهم فتاحة في الشنط، وبيضحكوا، بس ما بيفتحوش النبيذ وهي بتاخد المية منه. ولأن مفيش أكل، جينيفر بتديه شوية حلاوة كانت معاها، بس بتقول لازم يوفروا الأكل ده علشان ممكن يفضلوا محبوسين لحد يوم التلات. بعد 4 ساعات جينيفر عايزة تدخل الحمام ومش قادرة تمسك نفسها، بس محرجة تعمل كده قدام جاي. بيقول لها تعمليها في الركن على البلطو بتاعي، بس هي بترفض. بيقترح عليها تعملها في الزمزمية بتاعتها، فبتخليه يقفل عينه ودانه وبيبدأ يغني علشان ما يسمعش، وهي أخيراً بتعملها. بعد كده بتكمل الرسم على حيطة الأسانسير. بعد شوية بيلعبوا لعبة وبيتكلموا على حاجات شخصية أكتر. جاي بيقول لها إنه مفيش حد هيلاحظ غيابه لأنه مهووس بالشغل. جينيفر بتقول له إنها زيه، وبتحكي له إنها كانت رايحة تفاجئ حد في نيويورك، بس غالباً الشخص ده مش كان عايزها تيجي. جاي بيقرر إن الوقت جه يفتحوا النبيذ وبيقدمه لها. بيشربوا ويقولوا لأننا لسه عايشين. بعد كده بيقضوا الوقت يرسموا بعض وبيبدأوا يقربوا أكتر. جاي بيعترف إنه كان شايفها قبل كده في المبنى، بس ما قالش علشان ما يبانش مهووس. هي بتضحك ومش بتاخدها بشكل وحش. بيوروا بعض الرسومات، هي رسمته بهزار وهو رسمها بجد أكتر. بتعتذر وبتصوره، وبتقول إنها هتحط صورة بروفايل لو خرجوا من هنا أحياء. بعد كده بيتكلموا عن الأكل، ولما بيجوعوا بتقوله يغير الموضوع، فبيقترح يتكلموا عن الحب. بتقوم وبتوجه الكاميرا عليه وتسأله عن أغرب مكان عمل فيه علاقة. هو بيتكسف، فبتحكي له هي الأول عن علاقة حصلت في المكتبة وهي في الجامعة. ولما بيجي دوره بيقول لها إنه مش عنده قصة مثيرة، فبتقول له اخترع واحدة. بيحكي لها قصة عن بنت سخنة كانت عايزة تبقى معاه في رحلة عمل، وبيقول إنه كان سايق وهي بتقلع هدومها، فبدأ يتوتر ويتحرج. بيقول لها إنه اتأثر ووقف العربية. بيعتذر وبيقول إنه يمكن تجاوز، بس هي بتقول له عادي. جاي بيقرب منها وبيبوسها وبيبدأ يخلع هدومها، وبيعملوا علاقة جوه الأسانسير. بعدها بيقول لها إنه ممكن يقع في حبها، بس هي بتبعد عنه. بتقول له إنها أصلاً كانت رايحة نيويورك علشان ترجع لخطيبها السابق وتصلح العلاقة. وبتقول إن اللي حصل بينهم كان لحظة لطيفة، بس لازم يفضل بسيط لأن اللي بينها وبين خطيبها حقيقي. جاي شايف إنهم اتواصلوا وإن خطيبها ما يستاهلهاش، بس هي بتتعصب وبتقول له إنها لسه بتحبه، وإن لما يخرجوا من الأسانسير كل واحد هيروح لحياته. هو بيصر إنهم معمولين لبعض،
وبيبدأ يعيط لأنه حاسس إنه وحيد حتى وهم محبوسين سوا. فجأة بيبدأ يتغير وجينيفر بتحس بكده. جاي بيبدأ يقول الحقيقة عن نفسه، بيقول لها إنه كذب عليها في كل حاجة حتى اسمه وشغله، وبيطلع موبايله ويوريها صور مراقبة ليها وبيقول لها إنه كان بيشوفها كل يوم وهي مش واخدة بالها، وعنده كمان فيديو ليها وهي داخلة الأسانسير في الليلة دي. جينيفر بتتخض، بيقول لها إنه في الحقيقة هو رجل الأمن في المبنى، وبيتعصب وبيقول إن الناس عمرها ما بتلاحظ حد زيه، وإنها حتى ما افتكرتوش مع إنه بيكون عند الاستقبال كل يوم. بيقول لها إنه يعرفها أكتر من خطيبها وإنه خطط لكل اللي حصل من الأول، وبيطلع مفتاح ويفتح الأسانسير. جينيفر مش مصدقة اللي عمله، بتقول له إنها هتبلغ البوليس وهيتسجن، فبيتعصب ويمسكها وبيتخانقوا، وهي بتخبط برجليها فبتكسر المفتاح. بيكملوا العركة وهي بتضربه بالجزمة وبيفقد وعيه. هي بتفتكر إنها قتلته فبتقرب منه، لكنه بيقوم فجأة ويوقعها وبيفقدوا الوعي الاتنين. بعد شوية جينيفر بتفوق وبتلاقيه فاق قبلها. بتسأله ليه عمل كده، بيقول لها إنه كان عايز يخليهم يتواصلوا كبشر. بيقول لها إنهم قضوا يوم ويك أند كامل كأنه علاقة كاملة. جينيفر بتقول له إنه مش هيقدر يهرب من اللي عمله لأن أكيد حد هيجي ينقذهم، بس بتكتشف إنه واخد كل ورديات الأمن في الويك أند ومفيش حد غيره هيجي قبل التلات. بتسأله ناوي يعمل إيه؟ بيقول لها إنه يفضل يقتلها عن إنه يرجع السجن. بيقول لها إنه عمره ما غصبها على حاجة، لكنها بتقول له أنت خطفتني. بيتعصب أكتر، ولما بيهدى بيفتح الهدية اللي كانت شارياها لخطيبها. بيلاقي قميص وعلبة فيها سيجار وأدواته. بيولع سيجار وبيسخر منها، وبيقول لها إنها كانت ممكن ترجع له بكل الهدايا دي، وبسخرية بيقول لها هابي فالنتاينز. بعد شوية بيعتذر لها وبيقول لها تديه فرصة تانية، وبيقول لها ما ترديش دلوقتي، فكري. بيبص على إعلان السفر اللي شغال في شاشة الأسانسير وبيقول لها أنا هاخدك المكان ده يوما ما. النور النيون اللي في الأسانسير واللي مش شغال فبيكسره بالزمزمية، وبيلاحظ إن في لمبات فوق السقف لازم تتغير، فبيحاول يفتح السقف ويطلع، وبيطلب منها ترفعه ووعدها إنه هيرجع ياخدها بعد ما يخرج. بس هي بتقول له أنا أضعف منك، خليني أنا اللي أطلع وافتح لك. هو بيشك إنها هتهرب وتبلغ البوليس، بس هي بتخدعه وبتخليه يصدقها. بتركب على كتافه وبتطلع فعلا من الأسانسير. الراجل بيقول لها مكان السلم والباب وفرحان إنهم أخيرا قدروا يهربوا. جينيفر بتلف ناحيته وبتديه إشارة الأصبع الوسطى، وده بيخليه يتنرفز جدا. وهي بتبدأ تطلع السلم، هو كمان بيلاقي طريقة يخرج بيها من الأسانسير. بيربط حتتين هدوم في بعض ويرميهم فوق عارضة الأسانسير، وجينيفر ساعتها كانت خلاص بتتحرك ناحية الباب، بينما هو بيبدأ يتسلق وراها. بيقول لها اجري يا جينيفر، دلوقتي هتموتي. هي بتحاول تفتح الباب وبتصرخ للمساعدة، بس هو بيوصل عندها وبيجري وراها. بيمسكها وبيرميهم الاتنين تاني في الأسانسير، بيفقدوا الوعي تاني. ولما بتفوق بتشوف رشاشات الحريق وبتفكر في خطة. بتحاول تولع سيجار علشان تشغل الأنظار، بس مش بينفع، فبتولع نار صغيرة. الأسانسير يتملي دخان وهو بيفوق، فبتضربه وتكسر له مناخيره وبتربطه بحتة هدوم. بيقول لها إن الإنذار مش هيشتغل وإنهم هيتكهربوا، بس هي بتهدده وبتخليه يعترف بكل حاجة. بتشغل الكاميرا وبتسجل نفسها وهي بتحكي كل اللي حصل، وبعدين بتوجه الكاميرا عليه وبتسأله عن اسمه الحقيقي. بيقول لها اسمي جون ديكنز. بيعترف إنه هو اللي علق الأسانسير من الأول، وبيقر إنه خطفها وضربها. وبتحاول تفهم ليه. بيقول لها كنت عايز أخرج معاكي بس. بيقول لها إنه كان زمانه محاسب كبير وكان غني، لكن بعد حادثة بنت ماتت معاه في العربية دخل السجن، ولما خرج ما لقاش غير شغل الأمن. بتسأله ليه اختارها؟ بيقول لها عشان انتي مميزة. يوم الاتنين بيجي ولسه محبوسين. واحد من رجال الأمن التانيين اسمه إيدي بيجي ومعاه حبيبته الجديدة علشان يوريها السطح. بيشوف الكاميرات وبيلاحظ إن جون وجينيفر لسه في الأسانسير.
بينزل علشان ينقذهم. بيفتح الباب بعتلة، بس جون بيضرب جينيفر ويخليها تفقد الوعي. بيقول لإيدي إنه جوه، وإيدي بيديه المفاتيح. جون يشغل الأسانسير وهو جوه ويقطعه نصين. بيرجع يضرب جينيفر تاني وياخدها بعربيته ويحطها في الشنطة. بيرجع يخبي جثة أدي وينظف الدنيا ويحذف تسجيلات الكاميرات. وبيقتل حبيبة أدي كمان ويرميها في البير. بياخد جينيفر ويوديها مكان فاضي علشان يتخلص منها. بيولع بنزين في صندوق الزبالة. قبل ما يفتح الشنطة بيقول لها إنه لسه بيحبها، بس جينيفر بتعمل نفسها ميتة، ولما بيقرب بتضربه على دماغه وبتاخد العربية وتهرب. وهي ماشية بتشوف السيجار اللي كان مولعه. بترجع بالعربية وتخبطه جامد. بتشوفه وقع في الزبالة، بتولع السيجار وترميه عليه وبتسيبه يتحرق حي. وبكده فيلمنا النهاردة انتهى. استنوني في فيديو جديد. سلام.